الأخبار. خلونا النهاردة أقول لكم الورك فلو البسيط اللي أنت إزاي تطلع تصميم زي ده أو تعمل صورة زي دي باللي احنا استفدناه قبل كده. خلينا نبص كده على التصميم الأول ونشوف هو عامل إزاي. هو الأهرامات واضح إن الجو شتوي فيه تلج وفيه العربية المرسيدس. احنا عملنا ده إزاي؟ أول حاجة خالص جبنا صورة الأهرامات، تمام، ودخلتها على الموقع. احنا شارحين 3 فيديوهات قبل كده، ممكن ترجعوا لهم تشوفوا الدنيا عاملة ازاي. وجبنا صورة الجو التلج وكونا الصورة. بعد ما كونا الصورة وقلنا له عايزين العربية وعايزين المشهد بتاع الأهرامات وعايزين الستايل، زي مثلا الستايل بينتنج ده. طبعا شايفين النتيجة مش محتاجة كلام كتير. بعد كده بنسيف الصورة عادي جدا وبنطلع على كانفا، هنعمل ريبليس هنا. وبقى عندك التصميم بتاعك بتاع السوشيال ميديا عادي جدا بدون أي حاجة. الموضوع بسيط وسهل يا جماعة خالص. مش محتاج، كلها تولز فري. طيب خلينا نعمل ريكاب سريع كده احنا عملنا ده ازاي. جبنا صورة الأهرامات، حطينا السين هنا تلج، وبعد كده حطينا الستايل ديجيتال بينتنج أو بينتنج عادي وعملنا كرييت. طلع لنا الصورة دي زي ما احنا شايفين كده. خدناها وقمنا مدخلينها هنا، حطيناها في الصين، وجبنا العربية بتاعتنا المرسيدس البنز العادي وحطينا في الستايل كرتوني شوية. طلع لنا الصورة اللي انتوا شايفينها دي. خدناها سيفناها دخلناها على كانفا. هنا انتهى كانفا. دخلناها على كانفا، اخترنا تصميم من هنا، طبقنا عليه التصميم وقمنا مطلعينها سايبينها صورة تصميم بسرعة جامد جدا. نقدر نعرضه على أي عميل. ال AI يا جماعة مش هيبدلنا ولا هيغيرنا، بالعكس ال AI هيخلي الإنتاجية بتاعتنا أسرع، هيخلي إن احنا ممكن ما نحتاجش لصور كتير أو نشتري صور. بالعكس انت ممكن تكريت الصورة، تجيب الأهرامات تعملها في تلج، تعملها تجيب البرج إيفل تعمله في جو صحراوي. والدنيا بقت دلوقتي بضغط الزرار زي ما احنا شايفين. ده هيخلينا أسرع وبس كده. كان معاكم باسم حسين الاستوديو. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أي أسئلة معلش ممكن تسيبوها لي في الكومنتات عادي، وحابب أشوف تطبيقاتكم ومشاركاتكم ازاي لأفكاركم بالتكنيك اللي احنا استخدمناه النهاردة. شكرا لكم.